وازيكم في فيديو جديد. حبينا ان احنا نشارك معاكم اليوم النهارده احنا يعني صحينا الصبح. النهارده يوم الاحد اجازه طبعا، فصحينا الصبح فيعني فطرنا عادي جدا. بعد كده قعدنا فقررنا ان احنا نتغدى، ولكن كسلنا نعمل اكل. فقلنا ان احنا ننزل ناخد الاولاد ونروح مع بعض نشتري شاورما ونشارك معاكم التجربه بتاعتنا في الشاورما اللي في روسيا. وليه بالتحديد الشاورما اللي في روسيا دي؟ يعني قلتها لان احنا الشاورما اللي احنا اتربينا عليها، الشاورما اللي احنا عارفينها حاجة، والشاورما في روسيا حاجة تانية خالص. هي اولا هم مش بيسموها شاورما بالشاورما اللي احنا بنقولها، هم بيقولوا عليها شاورما، وهي فعلا شاورما. لان هي يعني بصراحة بتكبس الواحد كبس. بتكبسه ازاي؟ يعني بتشبع تمام وكل حاجة، ولكن للأسف يعني بتحسها ان هي تقيلة كده شوية، وبيكون فيها خضار كتير، ويعني عدد قطع اللحمة او الفراخ جواها بيكون معدود. يعني على عكس في مصر بقى طحينة ويحط لك بقى تومية ولحمة بتبقى مالية السندوتش كله، حوار تاني يعني بصراحة. فبرضو في نقطة حبيت ان انا انبهها عليها اوضحها، ان احنا هنا لما بنشتري حاجة بنشتريها من اماكن بتكون حلال. يعني لان كان في كومنت من الكومنتات بيقول خلي بالكم لان بيكون في اختلاف طرق، يعني مش عايز اقول الكلمة في الفيديو يعني، ولكن احنا بنشتري من اماكن حلال. يعني اللحمة او السندوتشات اللي بناكلها، لان انا عن نفسي بحب الحاجات الحلال. يعني هنا احنا ماشيين طبعا خلال الغابة علشان خاطر نوصل للمكان اللي احنا عايزينه. هو مكان قريب مش بعيد، هو الراجل يعني راجل معروف بصراحة هنا، عشان كده بنروح عليه. لان جربنا اماكن مختلفه للشاورما، بصراحه هو ده الراجل الوحيد اللي ظبط معانا. يعني اوريكم المكان واحنا ماشيين برضو لو حابين تشوفوه. دي الغابه اللي احنا ماشيين فيها، وده الطريق اللي بيودينا على الجامعه. ده لما كان عندي زمان بقى كورسات في الجامعه، لكن دلوقتي انا شغلي كله بيكون في المعمل. كورسات بسيطه بيكون في الجامعه خلصتها وانا في سنه اولى دكتوراه، يعني حاليا في تانية خلصت كمان تانية، داخلين على تالتة خلاص. ده المبنى اللي هو الخاص بالكيمياء اللي انتوا شايفينه ده المبنى بتاع الكيمياء. وباقي الجامعة يعني واحنا ماشيين في الطريق مع بعض هنشوفها مع بعض. الناس بتحب تطلع يعني تتفسح كده يوم حد كده، يعني زي ما انتم شايفين. يعني هناك تلاقي في ناس قاعدة. ف نكمل معكم المشوار ونجيب الشاورما ونوريلكم الشاورما، سندوتش الشاورما عامل ازاي، سعره كام، الدنيا بتاعته ماشية ازاي. الشجرة دي جميلة يعني كل الناس تيجي تصور عندها. بيكون في موسيقى في بعض الاوقات بتكون شغاله هنا، بيكون في اغاني، ناس بتحب ان هي تقعد ان هي ترقص شويه هنا. هما بيرقصوا، احنا ملناش دعوه، احنا نتفرج بس. يعني ناس كبيره هم هنا بيحبوا يرقصوا في الساحه دي. يعني دي الساحه اللي هي اللي انتوا شايفينها دي، وادي الناس واقفه هناك تحب ان هي تشغل اغاني. يمكن انتوا سامعين صوت الاغاني، يعني كل واحد بيكون في حاله، ملناش دعوه. فده المبنى القديم للجامعه. دي الجامعة زي ما انتم شايفين، والناس اللي واقفة ان هي تعمل اغاني وكده. وده المبنى الاساسي للجامعة، يعني ده المبنى الجديد يعتبر للجامعة اللي انتم شايفينه ده قدامكم، اللي فيه كده زي قبة من فوق ومعمول عليها علم روسيا. ده المبنى بتاع الجامعة. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ هو بصراحة الجو النهاردة يعني كويس مقبول، وبسبب الكسل ما عملناش اكل، فاحنا الحاجة المتاحة وانك تاكلها بسرعة هنا هي الشاورما بتاعتهم بقى ما شاء الله، يعني بتختلف عننا تماما. يعني احنا بتبقى فيها لحمة او فراخ حسب النوع اللي انت بتختاره، لا هنا بقى كلها حرفيا خضروات من جوه. مفيش يعني ممكن تلاقي حاجة بسيطة لحمة او خضار او بس، لكن معظمها لحمة هنا لا، ده مستحيل تلاقيه. بس فدي الشاورما عندهم باختصار. عايزه اوريكم برضو مبنى الجامعه بتاعنا هنا. المبنى كويس شكله. هنا المبنى مش عارفه شايفينه ولا ايه من الشجر اللي هي القبه اللي هناك. ده الطريق طبعا، احنا مستنيين اشاره المرور تفتح. هنا ما ينفعش تكسر اشاره المرور. ده طريق الغابه اللي احنا جينا منه. وهنا بتكون شجره تفاح، مش عارفه دي او دي. لما الجو بيكون حلو بيبقى فيها تفاح حرفيا، لكن دلوقتي لسه يعني الجو مش حلو قوي. بس كويس ان مفيش شمس والدنيا يعني غيوم شويه، بس الجو هادي والناس قليله خالص في الشارع، او يمكن عشان احنا في حته هاديه، فخليكم معانا. وهنا ده
مش الطريق للجنة، لا ده الطريق للشاورما. يعني اخر الشارع ده هنلاقي الراجل اللي احنا رايحين عليه. في كذا محل هناك، ولكن احنا يعني في محل محدد بنحب نشتري منه، فهنشتري منه ونوري لكم الدنيا عاملة ازاي. هنا دي طبعا كلها غابات. على فكرة احنا هنا يعني في منطقة اسمها اكاديم جارادوك في مدينة نوفوسيبيرسك. بتلاحظ ان في غابات كتير كده واحنا بنصور، لان دي يعتبر يعني ايه ملهاش عمر كتير يعني مبنية. هي منطقة جديدة يعني في مدينة نوفوسيبيرسك، يعني كانت كلها غابات حتى واحنا جايين بالطيارة يعني. فبتلاقي ان كلها من فوق غابات يعني. انا بحب المكان ده ليه؟ لان في الصيف بيكون جميل جدا. الغابات الاشجار بتطلع زي ما انتم شايفين الدنيا عامله ازاي، كلها اخضر في اخضر. المشكله بيكون في ناموس طبعا، لكن الناموس ده بيكون ليه سبراي يعني. برضو في الاشجار دي ممكن يكون في حشره اسمها كليش. الحشره دي عباره عن حشره كده صغيره خالص. هي يعني تحاول ان انت تبعد عن الاشجار وانت ماشي، علشان خاطر لو وقعت عليك دي وبتمص في دمك حرفيا، لغايه ان هي ساعات بتوصل لدرجه يعني ان الانسان ممكن ينتقل يعني. ولكن هنا بيقول لك ان انت بتاخد تطعيمات عادي، وكمان لو الحشره دي وقعت عليك فانت ممكن ان انت تسيبها في جسمك وتروح بسرعه على المستشفى. ليه بتسيبها في جسمك؟ بتسيبها في جسمك علشان خاطر لما تروح المستشفى هم يقدروا يحددوا نوعها ايه، ذكر ولا انثى. كمان على اساس النوع هو بيحدد لك الجرعة او الفاكسين او المضاد يعني اللي هو هيديهولك. لكن لو انت حشتها من على جسمك او لو في راسك وقعت مثلا، فدي بتكون يعني شوية مشكلة وكده. فهم دايما بينصحونا هنا في الارشادات بتاعت الجامعة ان في حشرة اسمها كذا كذا، فخلي بالك. ولو حصل يعني وجات عليك لا قدر الله، المفروض ان انت تسيبها وتتصل بالاسعاف مباشرة، او تتصل بالمكتب الخاص بالجامعة اللي هم اللي بيساعدوا الطلاب، و هياخدوك على المستشفى على طول ويكون ليها علاج. ولكن المكان بشكل عام مكان هادي. يعني انتوا شايفين ان احنا ماشيين يعني مفيش ناس كتير، الناس عددها محدود، الدنيا هاديه هنا. وانا بحب الهدوء، وبصراحه يعني حابب نقعد هنا. بغض النظر عن الشتاء لما يجي ان شاء الله ونصور لكم فيديوهات، هتلاقي ان في تلج. التلج بيوصل يعني لغايه نص رجليا مثلا، ولكن الجاكيت واللبس بتاعك بيظبط الدنيا يعني. خليكم معانا متابعين. هنروح على محل الشاورما نشوف الدنيا فيها ايه. طبعا اهو خلاص قربنا على المحل اللي هنشتري منه. هنا دي المباني شكلها جميل برضو والوانها جميله يعني. هنا بنلاقي ان في كذا محل بيبيع هنا شاورما كده. وهنا في ناس كتير بتكون فاتحه محلات عشان خاطر يعني هنا محطه اتوبيس يعني، فالناس بتحب ان هي تكون ايه يعني في الاماكن بيكون فيها ناس كتير. هنا في كذا محل زي ما انتم شايفين، ولكن احنا رايحين على المحل ده. هنا هو ماريو رايح يعمل اوردر. عامل شكله حلو، المحل شكله حلو. كل المحلات هنا الصغيرة بتكون كده، بتكون حاجة بسيطة خالص، بيكون محل صغير يعني. ولو انت هتاخد تيكاوي غالبا مش بيكون في اماكن جوه، او ممكن ترابيزة صغير. عملوا الاوردر لسه يا جماعة مستنيين الاوردر. هو يعني مش بيتأخر، غالبا بياخد من تلت لنص ساعة واحيانا ربع ساعة. بس دي المنطقة حبيت اوريها لكم. ده المحل زي ما قلت لكم. المنطقة هادية خالص يعني، تحسها مقطوعة لكن هي مش مقطوعة يعني، الناس ماشية فيها عادي. بس احنا المنطقة اللي ساكنين فيها هي هدوء عند الجامعة وكده، هدوء خالص يعني. والنهاردة الجو مش مشمس، فهي حاجة حلوة. الله يعولكم في درجة الحرارة العالية، و يعني الله يعولكم فعلا يعني. الدنيا حر خالص. بس في انتظار الاوردر. اخيرا خدنا سندوتشات الشاورما. بس رايحين ناكلها في مكان يكون هادي شوية، او كل الاماكن هنا هادية، بس يعني رايحين ناكلها في مكان ممكن نقعد فيه. فرايحين على مكان ممكن نقعد قرب الجامعة، عشان هناك في ديسكات وكده ونقدر نقعد وناكل براحتنا. خلاص احنا داخلين على الجامعة، هنقعد هناك عند المقاعد اللي عند الجامعة. في نافورة هناك وقاعدة لذيذة كده، هنقعد ونجرب مع بعض السندوتشات. انا مجربينها يعني، بس يعني قدامكم يعني والانطباع عنها والكلام ده كله، فخليكم متابعين معانا. هنا احنا رايحين هنا الجامعة النافورة. في ناس كتير طبعا عادي، ملناش دعوة. ادي الجامعة زي ما قلت لكم اللي عليها القبة دي، واحنا دينا يعني هنروح نقعد هنا في الاماكن المتاحة ان احنا نقعد فيها. طبعا دي النافورة. هنا ده رمز الجامعة اللي هو ان نوفوسيبيرسك ستيت يونيفرسيتي. ف
ده المدخل الاساسي بتاع الجامعة، وهنا في ناس قاعدة هناك، قاعدة لذيذة يعني. احنا هنقعد هنا دلوقتي، هنجرب السندوتش مع بعض ونشوف ايه الحاجات اللي من جوه والدنيا دي. بصراحة أحلى من آخر مرة أنا اشتريته. بنلاقي في السندوتش هنا زي ما انتم شايفين في جزر، في طماطم، في برضو خس، في فراخ. بصراحة هو الميكس الكوليكشن اللي معمول أو الميكس اللي معمول يعني بيخلي السندوتش ليه طعم. فهو برضه حاطط هنا صوص، أنا بصراحة مش عارف ايه الصوص ده، بس أنا قدامي محطش كاتشب عشان مش بحب الكاتشب في أي أكل وخلاص يعني. فكتجربة وكسندوتش حلو يعني. السندوتش يعني الطول بتاعه كويس، يشبع يعني فرد واحد بس مش اكتر يعني. انا بالنسبه لي بحب ان هو يكون فيه توميه. المشكله هنا ان انت لو هتاكل السندوتش في المكان والسندوتش هيبقى مفتوح مش مغلق للاخر، بيحط لك حته توميه صغيره من فوق بس على السندوتش. لكن بالنسبه لي هو المفروض يحط مثلا توميه عشان انت بتاكل تعمل في التوميه كده زي ما احنا متعودين. بس هنا النظام يعني ساعات يعني مش عارف ايه اللي هم الوضع بتاعهم ازاي، ولكن يعني كتجربه وكسعر يعني السندوتش سعره 190 روبل، حلو مش وحش وبيشبع. فده الريفيو بتاعي عن السندوتش، واديله بالنسبه لسعره وطعمه وكل حاجه 8 من 10. ده شكل السندوتش من قرب. دي فراخ اللي ظاهرة قوي، طماطم، خيار، خس، حاطط غالبا حاجة كده مش شطة اساسي يعني، حاجة تبع صوص الشطة عطياله طعم كده مميز، فطعمه حلو خالص. لكن في محلات تاني بصراحة بيكون حرفيا انت بتاكل سندوتش زيت، يعني كمية دهون رهيبة بتنزل منه. لكن المحل ده كويس للأمانة، طعمه حلو خالص، انا حبيته لانه مشطشط فعطي طعم، بس طعم الفراخ مميز برضو. يعني غالبا عاملينها بصوص كده كويس خالص، طعمه حلو، فانا حبيته. هو 190 روبل هنا ولا حاجة، بس كسندوتش لا هو يشبع شخص واحد. حلو خالص ان هي تكون حاجة سريعة، انت كسلان مش عارفة ايه، وهنا طلبة كتير، فطبيعي ان هم ايه يكونوا يعني عندهم مواد يدرسوها، كورسات، حاجات كتير وراهم، فبيضطروا انهم يشتروا في بعض الاحيان، فده يعني بيكون حاجة مناسبة ليه. بس كده احنا اشترينا اكلنا وكله تمام. فانا مروح دلوقتي علشان خاطر انا جعان وعايز اكل بصراحة يعني. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويستنونا في فيديوهات تانية كتير على القناة، صور معاكم ونشارك معاكم يعني الحاجات اللي احنا بنعملها في يومنا هنا، الدنيا ماشية ازاي. لو في حاجات حابين تعرفوها ممكن تكتبونا في الكومنتات، وشوفكم الفيديو الجاي بإذن ربنا.